السلام عليكم خوتي. المتهم الفار من قضية تاع بليدة خرج عن صمته ودار فيديو يوضح فيه قضية كاملة، كيفاش عرف المرأة هذه واش صرالو معاها وعلاش راهو هارب. نسمعوا الفيديو مع بعضنا لانه ما دارش وجهه. شوفوا واش راح يهضر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ناس ويا شعب. كي نقول يا ناس معناتها كل واحد يعرفني ويعرف شكون انا ويعرف طريقتي ومواقفي. وكي نقول يا شعب معناتها الناس اللي ما تعرفنيش، اللي سمعوا وعرفوني في القضية هذه برك. اليوم حبيت نهضر معاكم قاع كي الناس كي الشعب بكل صراحة واحترام. هذا الكلام موجه بالدرجة الأولى للناس اللي يعرفوني مليح، الناس اللي عاشروني وعرفوني عن قرب وبعد، واللي يعرفوا نيتي وكيفاش نفكر وواش نحب لبلادي وللناس. وفي نفس الوقت نوجه كلامي للشعب الجزائري كامل ونقول حاجة مهمة. أنا ما نلوم حتى واحد على واش هدر، وما نلومش الناس اللي ما يعرفونيش على الأحكام والآراء اللي كونوها عليا. الإنسان كي ما يعرفش شخص مليح طبيعي يحكم عليه من خلال واش يسمع ولا واش يشوف، وهذا حقه. والحمد لله مازال ما لقيتش واحد يعرفني من الناس كومونتير كاش بيبليكاسيون لا حط منشور عليا على بالي بيهم كاع مبريزين وماشي مامنين. انا اليوم ما جيتش باش نعاتب الشعب ولا باش ندخل في صراع مع الناس ولا باش نرد على كل كلمه قالت. جيت برك باش نعطي الناس فرصه يسمعوا مني مباشره ويفهموا من عندي واش كاين، ماشي من الاشاعات ولا من كلام الناس. ولرجال الامن والدرك وكل جهات المعنية نوجه كلامي بكل احترام. ما جيت باش نهاجم أي مؤسسة ولا أي شخص، وإنما جيت باش نوصل رسالة واضحة بهدوء ومسؤولية وبعيد عن الفتنة والتفريق. بالخصوص نطلب من الدرك الوطني، خاصة فرقة الدرك الوطني الشبلي ومن فرقة البحث، أنهم يسمعوا مليح لكل واش راح نقول. راح نهضر على أمور ووقائع وراح نعطي التفاصيل اللي نعرفها، ونطلب منهم ما يكتفوش غير بكلامي، وإنما يروحوا يتأكدوا بأنفسهم من كل نقطة ويسمعوا الأطراف المعنية ويراجعوا كل المعطيات والأدلة، خاصة وأكدوا على كاميرات المراقبة. إذا تبين لهم أن ما قلته صحيح نطلب منهم في إطار القانون وما تسمح به الإجراءات أن يوضحوا النتائج والحقائق للشعب باش الناس تعرف واش هو الصحيح وواش هو الخطأ. وإذا بان العكس كذلك يوضحوا الحقيقة كما هي. مستعد لأنني ما نطلبش غير الحقيقة ويأكدوا باللي صح درتها. والهضرة اللي راح نهضرها اليوم ماشي باش نطلب منكم تعطوني البراءة، لا لا، وماشي باش نفرض على حتى واحد يصدقني بلا دليل. أنا ما جيت باش نقول للناس صدقوني وخلاص، أنا جيت باش نبين موقفي ونحكي واش نعرف ونوضح للناس أنني أنفي ما نسب إلي من أمور واتهامات، وأنني ما درتش هذه الأمور وما نديرش. ونطلب هذا الكلام يتم التحقق منه بالأدلة ماشي بالكلام فقط، ويفضح كل شيء. نبدأ. نعرفكم بروحي، أنا شاب عمري 30 سنة، طالب جامعي، نخدم ونسترزق الحمد لله، وحياتي المادية مستقرة. ما عنديش مشاكل في المجتمع وما عنديش سبب باش نحوس على المشاكل ولا ندخل في أمور تضرني وتضر عائلتي. عندي مسؤوليات وعندي خدمة وحياة بنيتها، والحاجة الوحيدة اللي نتمناها هي أنني نعيش حياتي بسلام كما يتمنوا كاع الشباب اللي كما أنا. نخدم بالحلال ونتمني نكون سند البابا ونضمن المستقبل تاعي. وعلى هذا الأساس لازم الناس تفهم كذلك أنني ماشي إنسان حاب يهرب من الحقيقة أو يتهرب من المسؤولية. بالعكس، أنا اليوم خرجت ونهدر قدام الناس لأنني حاب الحقيقة تبان، وحاب كل واحد يسمع مني مباشرة خير من اللي يسمع منه ملهيه. واللي عنده دليل ضدي الباب مفتوح، يقدموا للجهات المختصة ويتحققوا منه ويفضحوني قابل الفضيحة. وأنا كذلك مستعد نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها وكل معلومة نعطيها. ونحب نوضح كذلك حاجة مهمة، أنا ما زلت هنا في البلاد وفي ولايتي وما هربتش وما بعدتش باسكو ما نخافش، راني في وسط ناسي وبينوا لي والحمد لله، وما رحتش وما راحش نروح وما خممتش أصلا في الهروب ولا كلمة تسمى الهربة. وفي نفس الوقت لازم نكون صريح معكم، أنا ما نقدرش نروح ونسلم روحي بهذه الطريقة، لأنني إنسان كما أي واحد فيكم. ما نحبش المتاعب النفسي وما نحبش إنسان كما أي واحد فيكم. ما نحبش المتاعب النفسي وما نحبش السجن ولا نعرض روحي لمصير ما نعرفوش. عندي عائلة وعندي خدمة وعندي حياة ومسؤوليات، وما نقدرش نتعامل مع الموضوع بالسهل وكأن حياتي ما عندها حتى قيمة وكأن ما عنديش ناس يعتمدوا عليا.
لكن هذا ما يعنيش أنني رافض الحقيقة أو رافض أن الأمور تتحقق، بالعكس أنا مستعد نحكي كل واش نعرف ونقدم المعلومات والتفاصيل اللي عندي، ونطلب من الجهات المختصة أنها تحقق منها بالطريقة القانونية وتبين تفضح، ماشي ورقة وستيلو أهدر. أنا أولا تيريسي أهدر، ماشي ورقة وستيلو. أنا ما نقولش للناس صدقوني لأنني قلت هذا الكلام، نقول لكم تحقوا. ودرك نحب نبدأ نحكي كلش من البداية، من الوقت اللي عرفت فيه هذه المرأة لأول مرة نحكي كيفاش تعرفنا واش صرا بيناتنا وكل أحداث اللي وقعت من ذاك الوقت خطوة بخطوة حتى نوصل الواقعة الأليمة اللي صرات. راح نحكي الحقيقة برك، ما نحكيش على حياتها شخصية كانت عايشتها، أنا نحكي الأمور اللي مربوطة بيا برك. أما هي حياتها اللي كانت شخصتها واش كانت دير واش كانت ما ديرش، هذيك الشيء ما يعنينيش. كيما أي واحد ماشي غير هي، أي واحد ما يعنيش الأمور الشخصية تاعها. أنا نهضر على الأمور اللي داخل فيهم أنا حتى نوصلوا الواقعة الأليمة اللي صرات. راح نحكي الحقيقة كما نعرفها بلا زيادة ولا نقصان، ونفرق بين الحاجة اللي شفتها بعيني والحاجة اللي سمعتها والحاجة اللي نقدر نقدم عليها دليل. ما نحبش نخلط بين الحقائق وبين الكلام اللي وصلني من الآخرين. كل حاجة راح نقولها إذا كانت عندي عليها معلومة مباشرة نقول إنها مباشرة، وإذا كانت حاجة سمعتها نقول أني سمعتها. إذا كانت عندي عليها أدلة أو معطيات نطلب من الجهة المختصة أن أتحقق منها. كاين كذلك شهود وصحابي كانوا معايا في بعض الوقائع، شافوا وسمعوا أمور مهمة وعندهم علم بما وقع. بصح ما نحبش نذكر أسمائهم قدام الناس باش ما ندخلهمش في القضية ولا نسبب لهم مشاكل. يكفيني أنهم يشوفوا الفيديو. نعاود هاد الترتيب اللي ما راحش نستعمل أسماء الشهود باش نقنع الشعب، وما راحش نضغط على حتى واحد باش يشهد لصالحي. إذا كانت الجهات المختصة تحتاج شهادة أي شخص تخليها هي اللي تتعامل معه بالطريقة القانونية المناسبة، وأنا من جهتي راح نعطي كل تفاصيل اللي نعرفها ونخلي التحقيق والأدلة هما اللي يبينوا الحقيقة. نبدأ لكم في الحكاية. كانت عندي طوموبيل من نوع كيا بيكانتو 2019 مارو، حبيت نبيعها وكنت مشغول اليومات هذوك بزاف. مديتها لصاحبي باش يحطها في واد كنيس ويعرضها للبيع. صاحبي حطها في واد كنيس، من بعد جاو الناس وشافوا الطوموبيل يقلبوها، كم تعرفوا عملية بيع وشراء. من بين الناس كانت ام الطفل عيطت له، قالت له باللي حابه نشريها. جات شافتها عجبتها قلبتها، جات مع وليد خالتها بصح ما كانتش واجده في الدراهم. عربناتو وقالت له السمانه الجايه نجي نديها. جازت سمانه عيطت له قالت له غدوه الصباح نجي ندي طوموبيل، غدوه ان شاء الله نكتبوا. خاوتي الحكايه اللي نحكي فيها نعطيكم حتى التاريخ وروحوا البلديه وشوفوا شو كلش لاك دو فونت كلش. صاحبي عيط لي وقال لي باش نروحوا نكتبوا لها طوموبيل. ماغري ذو الحكايه اللي بديت بها ما تهمش في الواقعه، اني جايكم من الواقعه ما تقلقوش. عيط لي صاحبي قال لي باش نكتبوا لها طوموبيل، قلت له يا اوكي ماشي مشكل. في الصباح تلاقاو في البلديه ذاك النهار وكانوا يستناو فيا، انا درت الروطار. صاحبي ما كانش عنده الرصيد باش يعيط لي، قالت له هاك عيط له من عندي. هنا في النقطه هذه دات النيميرو تاعي، ما كانش عنده لي زينيتي، قالت له هاك عيط له من عندي. هي كانت مزروبه باسو كان عندها شرع في بوفاريك على جال الطفل المرحوم ربي يرحمه. من بعد جيت وصلت انا كملنا اجراءات البيع، كل واحد راح في طريقه. مع عشيه عيطت لي وقالت لي شوف الطوموبيل راهي اون بان، هاي واش دير لي هاي واش دير لي واش ندير. وريت لها واش دير للطوموبيل. من بعد كوبينا خلاص. من بعد عاودت عيطت لي في الليل وزادت عيطت غدوه، ومن بعد ولات تعيط باستمرار حتى كبرت العلاقه بيناتنا. كي طورت العلاقه تطورت بزاف، وصلت وين ولات تقول لي نتزوجوا. انا في البدايه غير قالتها لي التبريزيت، وليت نخمم كيفاش نتزوج بها. هي كبيره مطلقه 38 سنه عندها زوج دراري. بالنسبه ليا كان الامر صعيب بزاف، كنت نقول في بالي بلي امبوسيبل، ما كاش كيفاش ما امبوسيبل. راهي تخلط برك وقاعده تحكي لي في حياتها وحياه راجلها ودارهم، التفاصيل اللي شغل زيرو فايده، شغل اصلا كرهت الريلاسيون هذيك. من بعد وليت نحوس نهرب منها، ولات تعيط لي بزاف وكنت نديرها في الروجوتي. اذا جات ليا وانا نخدم ونكون في البيرو والله غير حاجاكم ندخل طواليت نتخبى ونبعث لها صاحبي اللي يخدم معايا ويقول لها باللي ما كاش وما جاش وكاين كاميرا في الحانوت. خاوتي كل ما نقول لكم حاجه كاين كاميرا. مع الوقت ولات حياتي مع الناس ماشي مريحه، شو ما نقدرش نريح في الحانوت على جالها. وليت ما نرتاحش في البيرو، وليت نهرب برا ونقعد برا. هي كانت تجي لي حتى الجامعه وكانت دير لي تبهديل وتعيط كي تلقاني عليا وتسب ودير المشاكل وانت تاعي. وراكم تعرفوا الكلمات هذوك الشوده. جامي ريحت وحدي ما نريحش وحدي. وليت انسان مذبذب وما عرفتش واش ندير معاها.
ما عرفت واش ندير معاها. راني نهضر في واحد النهار واحد صاحبي قال لي يا ادم باش تسلك منها لازم تعاود تولي معاها وتتهرب منها بالعقل، لازم تخليها تكرهك باش هي تكرهك وتبعد عليك. خممت قلت له والله غير صح عندك الحق، ما عنديش حل اخر باش نهرب منها. وزيد على هذا كانت تهدد فيا وتقول لي نجي لداركم، وانا كنت خايف بزاف من اللي تجي لدارنا ودير لي تبهديل ومشاكل مع عائلتي. لهذا عاودت وليت معاها بالعقل، بصح ماشي كيما كنت في الاول. ما وليتش نرفد عليها التليفون، كانت هي اللي تعيط لي بزاف. كاين ليستينغ مانيش نهضر باش نهضر، ليستينغ راهو عند الدرك. ما كنت نتلاقى معاها بزاف، وليت ندير في الامور فقط باش تكرهني وتبعد عليا. واحد النهار لو 4 اوت في الليل، جوايا 11 تاع الليل، عيطت لي في التليفون وليدها الكبير نوح واسمه نوح. عيط لي قال لي عمو ادم ارواح ماما طاحت تكسرت. انا كي سمعت هاد الهضره قلت له جوزها لي، سمعتها تعيط تاع واحد طاح صح. رحت ليها ديريكت ديتها لا كلينيك بريفي في الليله، ديتها لا كلينيك بريفي تاع بوينان. نسيت اسمها، جاب لي ربي واسمها اكسال. كان معنا وليدها الكبير نوح جا معانا، وكانت كاينه كاميرا تما تابعه لا كلينيك. من بعد قالوا لها باللي عندها كسر في البواني وما عندهمش البلاط في الليل حتى الغدوه الصباح. رجعتها للدار وفي الصباح عاودت رحت رفدتها، ديتها لا كلينيك بريفي متيجه تاع بوفاريك. كيف كاين كاميرات لتما، وكانت كاينه كاميرات في هذيك الجهه وين قاريت انا، وكي دخلنا ما من الداخل. كي ديتها لبوفاريك ما كانش وليدها معنا، ما جاش معنا غدوه من ذاك الصباح، خلاتهم في الدار في زوج. كي داروا لها البلاط رجعتها للدار. من بعد بقات تحوس وتجري مورايا، عياتني ما جامي صار لي في حياتي هكا. زادت ركبت معايا في الطوموبيل. دوك نحكي لكم كيفاش من هذاك النهار زادت ركبت معايا موراها في الطوموبيل. دوك نحكي لكم كيفاش ركبت. جات ليا في الليل للجامعه، قلت لكم على جالها وليت ما نريحش في الحانوت. كي شفتها وصحابي اللي يريحوا معايا دائما على بالهم بالحكايه، كي شفتها من بعيد هبطت من طوموبيل وجايه لينا، انا هبطت من الطوموبيل طلعت نجري تخبيت في الباسريل تاع الجامعه نشفالها في الباسريل تاع الجامعه. وكل لقيت واحد جاري واقف ثم قال لي واش راك لاباس، ما كانش فاهم واش كاين. او دوك يشوف الفيديو يزيد يفهم مليح باش ما نتلاقاش بها. كنت انا وثلاثه صحابي، جات ليهم سقساتهم عليا، قالوا لها ما كاش، وبدات تعيط. من بعد طاحت تسرعت، رفدها واحد من صحابي بطوموبيلتي بالكليوكات وداها للديسبونسير تاع ولادي يعيش في الليل. كي شفتهم طولوا عيطت لصاحبي سقسيه واش صرالها. كي كمل قلت له اروح ليا الجامعه راني كيما خليتني. جا ليا حبط هو، ركبت انا معاها وصلتها لدارها، وصاحبي تبعني بطوموبيلتها، وحطيت لها طوموبيلتها ورحنا. واش راني نحكي لكم كلش بالكاميرا ما وين تقول لي في البلوك تاعها ولا سواء عندي في الحانوت ولا سواء في الجامعه. واش راني نحكي لكم كاع كاين منه، ماغري ما يهمش. راني نحكي لكم كيفاش كنت عايش معاها. راني نهضر جازو يامات. ومن بعد الحق نهار السبت هذه الصراحه، ومن بعد الحق نهار السبت اللي صرات فيه الكارثه. في صباح السبت هذاك النهار سمعت باللي كاين ناس قالوا باللي كنت بايت عندها. كل واحد واش قال. على كل حال انا نحب نوضح حاجه هنا، انا ما كنتش بايت عندها، كنت بايت في دارنا وجامي بت عندها. الله غالب ما قدرتش وما نقدرش نديرها، وكاين بزاف امور ومعطيات تقدر تبين باللي ما كنتش بايت عندها. ومن بينها الكاميرا تاع البلوك تاعهم هي اول حاجه واسهل حاجه، والليستينغ دابل وغيرها من الامور اللي تقدر الجهات المختصه تحقق منها. انا صباح كنت في دارنا، عيطت لي صباح جويه 8:15 8:30 ما شفتش سوا. كاين ليستينغ ماشي معناتها كيما شفيت راني نتيري بعيد، كاين ليستينغ بصح راني شاري بلي 8 معاها. عيطت لي كنت راقد. الاولى كوبيت لها، الدوزيام درتو سيلونسيو ما رفدتش عليها. كي نوضت جويه 10 9:30 10 رحت تقهويت نورمال في القهوه كالعاده، ورحت للمحل تاعي. بقات تعيط لي كل ما نقول لكم المحل ولا نقول لكم رحت ليها كاين كاميرات بالوقت. كانت كاينه كاميرا في الحانوت والستينغ ثاني كانت تعيط لي، كانت تخرج لابير رفدت عليها بين كلش. من بعد عيطت لي رفدت عليها. انا بديت سبقتها، بديت نعيط ونقول لها علاش نوضي فيا صباح ربي، قلت لها انا نخدم عند ولا نوض صباح ربي، بديت نهدر هكا. قالت لي ادم اجري الغاز عندي في الدار رايحه نموت اجري للغاز. قلت لها نورمال طفي روبيني سونترال. قالت لي ما نعرفش وين راه، اروح ليا اجري. من بعد خرجت انا. واش راني نحكي لكم خاوتي، ما نحط لكم لي فيديو تاع الحانوت تاع كل كلمه نقول فيها ماركيو برك. من بعد خرجت راني نقول ونعاود عندي الكاميرات. دخلت نورمال لاسيتي تاعهم ديجا. شوف كي تشوفوني في كاميرا تاع الطريق تاع لي رومبون كيفاش كنت نمشي
الله يجيب بالخير، الحمد لله اللي لحقت. دخلت نورمال لا سيتي تاعهم وقريت عند البلوك تاعهم اللي فيه الكاميرات وطلعت عندها. كي طلعت ليها حلت لي الباب، حلت لي الباب صح، لقيت شويه ريحه تاع الغاز، ولقيت وليد خالتها كان في الدار. انا تبانيكيت، حشمت قدامه ما عرفتش واش نقول واش ندير ونخمم واش قالت له هي عليا، باسكو شايفني كان معاها نهار جاو شراو طوموبيل. هو ما قال حاجه وهي ما قالت والو. دخلنا ديريكت الكوزينه جايه مقابله الدخله تاع الباب، ولقينا لافويت تاع الغاز، وكان الغاز يخرج من التيو تاع الكويزينيير والشوفو ميم شوفو كان يخرج. بديت معاهم في وليد خالتها نقلبوا في لافويت، نطلب من رجال الدرك، هذه النقطة مهمة، من رجال الدرك يروحوا يرفدوا البصمات تاوعي من تماك، يلقاوهم في الكويزينيير ويلقاوهم في الشوفو، ويلقاوهم في زوج مغارف تاع حديد كنت نسيي نزير بهم ساخشان ما يحكموش في الكولي. حديد كنت نسيي نزير بهم الكولي تاع التيو باسكو ما عندهاش تورنافيس، من بعد زيرته بالمقص كحل راهي معلقاتو ثم قدام الكويزينيير. والهضره اللي راني نهضر فيها كاينه حاجه واحده اللي تبين وتبرر باللي واش راني نهضر صحيح، اللي هي كي كنت عندها قالت لي ما عنديش بزاف من اللي جبت الخدام وخدم لي الغاز. قلت لها عيطي له، عيطت له قدامي، هضرت معاه وقال لها راني بعيد ما نقدرش نجي اختي حتى نهار الاثنين. هذا البلومبي هو اللي لازم يجيبوه ويعاود لهم نفس الهضره اللي نهضر له فيها اللي نقول فيها. وما قبل ما نلحق عندها كانت هضرت معاه، موراها سوا عيط لها باباها باش نعطيكم سوا كيتبعوا الليستينغ. شوفوا لابيل تاع باباها، النيميرو اللي قبل لابيل تاع باباها هذاك هو الخدام. جيبوه تحقوا معاه قولوا اسكو عيطت لك صباح واسكو تشوفوني، وزادت عيطت له بلي الوقت اللي دخلت عندها انا، زادت عيطت له انا قلت لها عيطي له. بون كلش ليستين كلش عند الدرك، هذه خدمة الدرك ما خدمتي انا ما خدمت حتى واحد. من بعد جوايه 12 فريناها بالخف، فرينات 40 مينيت ما شفيتش، المهم الكاميرا تاع البلوك هي اللي تبين. خرجت والله ما شفيت الوقت، الكاميرا تاع البلوك هي صح. نقول لكم نعاودكم، كنت خارج قال لي وليد خالتها وصلني معاك قبل ما نخش سقسيتها على الدراري، قالت لي راهم راقدين، والصح كان سكات في الدار. كي كنت خارج باش نعض وليدها الكبير اللي هو اسمه نوح، جا ليها يجري باسها صباح ربي، جا مازال له حي ويعرف مليح، يجيبوه ويسقسوه. صافي السبه دخلت تاعي للدار اللي جابتني بها، يروحوا رجال الدرك الوطني يجيبوا البصمات تاوعي ويزيدوا يجيبوا مول البلومبي ويشوفوا علاش رحت ليها انايا، ويشوفوا الوقت اللي ريحت عنده الصباح عندها لتما. يعيطوا لي البلومبي اللي هضرت معاه في التليفون، لازم هذاك هو اللي ثاني يعطيهم لغز يحلهم. المهم كي خرجت رحت لشغالاتي ودخلت الحانوت ودرت في بوينان ورحت شريت وقضيت، وكان عندي باط فيتاس مكسره تحوست بوين نخدمها. كل ما نقول لكم حانوت تفكروا بلي فيه كاميرا لداخل وبرا. من بعد رحت لحانوتي، قلت لكم كل ما نقول لكم حانوتي صافي تفكروا بلي نعطيكم كاميرا بلي دخلت لحانوتي. من بعد رحت شريت لي بياس تاع طوموبيل ونبعثكم حتى الحوانت اللي دخلت عندهم انا، يروح يسقسوا كان عندهم التصويرات تاعي، يروح يقول لهم اسكو هذا جاء عندكم نهار فلاني ولا ما جاش عندكم. المهم شويه انا رحت ثاني نفري في شغالاتي، شويه 4:30 عيطت لي تبكي، قالت لي ادم سرقوا لي وليدي، وبدات سرقوا لي وليدي المهم بالعياط. ما جيت نفهمها بالسيف باش ما استقبلتهاش. سقسيت على البلاصه وراكي رحت ديريكت بديت نسقسي في الخضارين عليها، ورات لي بلاصه وين. واذا كاش واحد قال وليت حكمت هذاك الخضار سيرتو هذاك اللي بيع الفخار هذاك ما نعرفهمش عليها. اذا لا كاش شغل بديت نسقسي فيهم، اذا كاش واحد قال موراها قالوا لي والو ديجا هذاك اللي بيع الفاكهه اللي شرات عليه واسمه فارس، انا ما نعرفوش. كي بديت نسقسي باش عرفت بلي اسمه فارس وما نعرفه ما يعرفني. هي كانوا داوها لي جوندار من لابريغاد، هبطت مع لي جوندار من لابريغاد. بقيت نسقسي ما كان والو، رحت هي كانت تعيط لي وانا نقول لها صبري راني نحوس راني نسقسي راني كذا راني ندور. من بعد حبطت ليها لابريغاد، بديت نصبر فيها. ما قالت لي تعيش ادم روح شوف لي نوح وليدي راهو في الدار هذه عشيه، روح جيب لي وليدي راهو في الدار، هذا وليدها نوح الكبير. قلت لها يا اوكي. رحت للدار، كي رحت للدار لقيت وليدها تماك، قلت له البس نديك عند ماماك. فرح لبس وهبط معايا. يعني نقول لكم كي داخل كي خارج كاين كاميرا في البلوك، وتفكروا كل ما نقول لكم حاجه تفكروا بلي كاينه كاميرا تاع البلوك. كي حبطنا وصلنا لتحت عيطت لي قبل ما نخرج من البلوك سوا عيطت لي، قالت لي وين راك؟ قلت لها راني جايب لك نوح. قالت لي لا خلاص راني جيت وجاو معايا لي جوندارم. غير خرجت من البلوك صح لقيتها تماك مع لي جوندارم وخوها كان معاها وليد خالتها. قالت لها وليدها بدات تعنق فيه وداتو. وسقسيتها يا دراكاش ما بان؟ قالت لي ما كان والو غدوه ان شاء الله تبان. قلت لها ان شاء الله. هي دخلت لدارها وجاو ليها الناس وانا رحت لدارنا غدوه من داك
رحنا نهضروا على غدوه من هضرت معاها في التليفون تاني كاين ليستينغا. غدوه من داك نهار كامل وانا معاها في التليفون تلاقيتهاش في التليفون، كل ساعه تعيط لي، كل ساعه نعيط لها انا واش كاش ما بان سقسي. كانت تهضر معايا نورمال قدام لي جوندارم، وزاد حتى عيطت لي بنيميرو جديد وقالت لي هذا النيميرو تاع الجوندارم عطاني نعيط لك. كانت تهضر نورمال. دوك ما على باليش علاش طالها تليفون الى راسولها لي زينيتي ولا طفالها، ما على باليش، الله اعلم. هذيك هي تعرفها وهو على بالها النيميرو. المهم ولا خلاص ولا زينتي الرقم تاع الدار كيما اللي عيطت لي بيه مثلا عندي لدوكا. كي كنت نسقسي عليها واش بان كاش ما بان، كانت تقول لي لا لا مازال. جويه 12 ونص زدت رحت ليها لابريكاد ديت لها الماكله، ديت لها قرعه ما وديت لها قرعه جوج صغيره باكي كوفريت وعنقود عنب صغير. وهذا كامل اللي نقدر نقول فيه باللي الجندام اللي كانوا تما معاها راهم على بالهم واش راني نكتب واش راني نهضر. كي ديتهم لها خرجوا معاها لي جندارم. كي بقات 5 مترات وتلحق هما خرجوا مع لي جندارم، خافوا من بابا وليدها يكون برا كش ما يدير لها. كي كانت جايه معاهم يمشوا انا كنت مقاري برا، كي بقات 5 مترات حبسوا. جات لي عندها وحدها. بديت ثاني كيف نصبر فيها، عطيت لها الماكله هذيك نورمال، ما تقلقيش. رحت من بعد عاودت وليت ودرت لتماك في بوينان، وعاودت وليت للخضارين. جيبوا الخضارين وسقسوهم، عطوري لهم تصويرتي وقول لهم اسكو هذا جاليكم شحال جاليكم من الخطره. وسيرتو بازيو لي على هذاك اللي يبيع الفخار، او انسان هايل يبيع الفخار ثم، هو اللي عيط لصاحبه في التليفون ولا يسقسي بالتليفون ولا عساس على الجنان ثم. المهم سقسينا جري ما كان والو، روحوا عندهم وسقسوهم ياك عندكم كلش. لحقت حتى لهذوك الحوانت اللي قدام الرومبوان تاع بوكارا اللي يخرج لوطوروت، ما بان والو. رحت للدار من بعد رحت للبيرو مع زوج، ومن بعدها رحت للبيرو. من البيرو رحت مع زوج صحابي للسوق تاع بوفاريك. درنا قضينا طلعنا. كي كملنا طلعنا ديريكت ولا دياج. كان عندي كاميو كنت حاطه عندي اللي يغلف الكوسانات، انا لحقت عنده باش نخلصو ونرفدو. هذه مر المغرب سوا طلعنا من السوق. عيطت لي ما رفدتش عليها، كنت مع السيد اللي يغلف لي كوسانات. قعدت تعاود. رفدت قالت لي طفل القهوه، قلت لي هكذا، قلت لي طفل القهوه. انا فرحت ديريكت، فرحت عندي الشهود نقول لكم، عندي الشهود اللي كانوا معايا. ما قالت لي قهوه مقتول ومحروق، انا غير قالت لي هكاك تبريزيت. شفت صاحبي كان معايا طاح في التروطوار ديريكت. المهم خلعه وخلاص. في اللقطه هذه كنت انا وزوج صحابي واللي غلف لي الصالون ومول اللي غلف لي الصالون، فعقلنا بلي صرات حاجه. كي شاف لي هدرت في التليفون لفت الكاميو وطلعت للبيرو. كل ما نقول لكم البيرو ولا بلوك تفكروا بلي كاميرات. حتى عاودت عيطت لي قالت لي ادم انا راني رايحه للحبس، وليدي نروح امانه على رقبتك. قلت لها واش راكي تخلطي، ما كان لا حبس لا والو. قلت لها وليدك وين انتيا نسلكوك انتيا ما تسال. قلت لها وليدك وين نديه واش ندير له، خليك من الهضره هذه واش كي تهضري. هكذا كنت نهضر معاها في التليفون، وكانوا معاها لي جوندارم، وكان تليفون سيل كان اوت بارلور تليفون كنت نسمع فيها تهضر، وكان معاها هو الجوندارم اللي كان شاد التليفون، وكانت كان دايرو بارلور. تماك عاودت وليت رحت للبيرو المحل تاعي. عاودت عيطت لي قالت لي يا ادم اروح نعطي لك نوح خليه عندك. قلت لها كيفاش تعطي لي نوح؟ قالت لي ما نمدوش لباباه. قلت لها وباباك؟ قالت لي ما حبش يروح معاه. قالت لي اروح انت. قلت لها اوكي دوك نجي. انا غير كوبيت من عندها توسوست تحكمني الوسواس، كيفاش راهي تقول رايحه للحبس ومازال عندها الحق تخير لي من تخلي وليدها. بديت نخدم في راسي هكا، وليت نهضر مع روحي شكون قريب باش يدي الطفل، انا ولا باباه، انا ولا باباها، انا ولا خاوتها. باسكو كاع كانوا لتماك هكاك. ورحت والله غير رحت خرجت ورحت لحقت حتى للرومبون اللي دخل للشبلي. طحت اون بان. عيطت لصاحبي بعثت له قلت له روح لابريكاد شوف لي واش كاين. فهمته. عيط لي قال لي ارواح نحتاجك عندي هضره مع عاودت عيطت لي بعد موراها وصاحبي ما كان فاهم فيها والو، مش رايح لابريكاد والله ما على بالو حاجه. عاودت عيطت لي قالت لي ارواح لا ارواح نحتاجك عندي هضره معاك. انا لتماك اللي خلاص كونفيرميت باللي كاينه حاجه. ما رحتش، عاودت وليت للبيرو ديريكت، وقعدت نشوفي ونخمم ونطلع ونهبط. دخلت ترقدت غدا من ذاك ما تصبح. خرجت نورمال قهوت في القهوه تاع الصومعه تاع الدخله كي الناس ووليت. المهم نهار كامل وانا نخمم حتى الجوايه 6:30 عيطوا لي. سمعت قالوا لي ودي لي جوندارم جاو ليك للحانوت. جاو للحانوت
عرفتها، قلت خلاص دارتها. تفكرت كي كانت تحلف فيا وتقول لي انا قلت لك يا مباسيك. من الخوف والخلعه تخبيت ما هربتش، والبلاصه اللي كنت فيها مازلني فيها الى يومنا هذا. تخبيت باسكو حسيت وباينه نعرف واش يقدر يكون المصير تاعي. يا خويا انا نستنى الحقيقه تبان وانا برا، ماشي تبان وانا عندهم. خاطر اذا كانت الحقيقه راح تبان بالتحقيق بالدليل وبالواقع، ماشي غير بالهضره والشك. بصح اذا كاين مصدر، اذا كاين تحقيق، اذا كاين دليل، اذا كاين واحد شافني رحت بالطفل ولا ديت الطفل ولا شافني مع الطفل، مدولي وروا للشعب، ما توريوليش ليا انا، ما عندي حتى حاجه باش تورولي. واحد جيبوا لي واحد يقول، جيبوا للشعب، جيبوا واحد يقول انا شفتك. والله العلي العظيم اذا طوني دليل واضح، واحد شافني وعنده شهاده ولا دليل عليا، نعطيك اعطوني في يدي ساعه، والله ما تفوت ساعه انا نجي لكم دوك نجي لكم في الليل، ماشي بالوقت، ما نستناش الصباح، دوك نجي لكم وقت ما بان لي واحد نجيكم. والله وقت غدوه السمانه الجاي يعطيني واحد باللي انا درت ولا شافوني رافدو ولا لا، غير نجي سير بلاص، غير يوريو لي تشوف كيما طرد فيسبوك، عادوا تقول فيسبوك الدليل، غير مين با ساعه على وين وراني غير نجي. المهم كيما تجي مرحبا بها، باسكو اللي يطلب الحقيقه ما يخافش من الدليل. وانا طلبي واحد، جيبوا لي دليل، خلوا الحقيقه هي اللي تحكم. وسمعت باللي كليو دخلت في مسرح الجريمه. حكايه لكليو باش نحكيها لكم كيفاش رات. كليو ديجا كانت اصلا عند صاحبي، سلفتها له كمل شغله، قاسها حاجه خفيفه قدر الله ما شاء فعل، داها هو وحده ديريكت عند الطولي، وكي خدمها الطولي راح رفدها من عنده نسيبي باش يروح بها للبحر. كي طردقت المصيبه هذه قاراها في الدار وخلاها، باسكو سمعت باللي داوى على جال طوموبيل، هو ما عنده حتى صله مع المراه هذيك، ما يعرفها ما تعرفه، هي باين هي احتمال يكونوا داوى باش انا نجي عندهم برك، وانا مش حنجي غير الا بان لي دليل بلي انا صح داير نجي. انا قلت لكم من قبل كاين طريقه واحده باش نجي عندكم، ما تعيا وما والو ما والو، لازم تبينوا وتخرجوا دليل للشعب باللي صح انا درت، وإلا ثبت علي الامر بالدليل نتحمل المسؤوليه. والله اذا يعطوني دليل يقنعني باللي انا اللي درت، غير نروح ليهم برجليا. بصح لازم يكون كاين دليل واضح يقنعني ويثبت باللي انا اللي درت، ماشي الكلام هي اللي هدراته، ماشي غير اتهام وكلام. وفي الاخر نعاود ونقول انا ما نطلبش من اي واحد يصدقني بلا دليل، ما هذا اللي هدرتها ما تصدقونيش بالدليل، انا نعطيكم دليل، عندي دليل. وما نطلبش منكم تبرؤوني، وما نطلبش من الشعب يحكم لصالحي، نطلب غير انكم تسمعوني بعدها تحققوا. والجهات المختصه عندها كل وسائل باش تحقق، كاميرات، اتصالات، شهود، ادله، المعطيات، وكل وقائع اللي ذكرتها. اذا كان كلامي صحيح تبان الحقيقه، واذا كان كلامي خطا ثاني تبان الحقيقه. انا ما نطلبش الانحياز لصالحي باش الناس نش ندير فيديو باش الناس تدور ليا وتوقف معايا، لا نطلب فقط تحقيق حقيقي، نحوس على الشعب دوكا كيما دار عليا، يحوس على الدليل. عاودوا جيبوا الدليل، ماشي اشاعات والاحكام المسبقه هذه. سمعوني قبل، تحققوا دوزيام، بعدها حكموا عليا كيما حبيتوا. انا ما نطلبش منكم تصدقوني بلا دليل، وما نطلبش منكم تبرؤوني، نطلب غير الحقيقه، وربي يجيب الخير ويظهر الحق، يبين الحقيقه كما كانت. والحمد لله، ومادامني صافي مع ربي سبحانه، والله غير راني هايل، راني فور دوك، واش جا مرحبا به، ابتلاء من عند ربي سبحانه. في الدنيا راهي باينه، ومع ربي سبحانه الله راني مهني الحمد لله يا ربي، الحمد لله. وتهلاو في رواحكم، والناس اللي تعرفني ما نقولش سمحوا لي باسكو ما درتش، بصح معليش سمحوا لي، وكم تعرفوني مش انا نحكي لكم على روحي. المهم الله يجيب الخير ان شاء الله، واللي فيها خير ربي يجيبها، ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. والسلام عليكم، وتهلاو في رواحكم. وماذا بيا مش كيما قلت، طلبت من الشعب يعاود يشعل الحاله ويجيب الدليل. وكما قلت لكم الحاله الوحيده اللي نجي فيها اني نشوف الدليل، نجي وحدي ويطفى كلش وتحبس ونروح ونخلص الفعل تاعي اللي درتها. والسلام عليكم، وتهلاو في رواحكم، وبالك على رواحكم، وان شاء الله تكون القصه تاعي هذه العبره لكاع الشباب، ماشي غير الشباب، ما من الكبار والصغار، ونولو كلش مكتوب ربي. الحمد لله نورمال، الحمد لله. السلام عليكم، وتهلاو في رواحكم.
بارطاجيو الفيديو خوتي باش يلحق للسلطات.